السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايب قلبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. الفيديو بتاعنا النهاردة ان شاء الله هنعمل مع بعض صينية كفتة بالبطاطس. عندي لحمة مفرومة، عندي بطاطس مقطعها على حلقات كده بالشكل ده، وعندي طماطم برضو مقطعها حلقات، وعندي بقدونس، وعندي معلقة كبيرة من البقسماط، وبصلايه مبشوره، والتوابل اللي هستخدمها مع الكفته ملح وفلفل وشويه من الكزبره وبابريكا وشويه من بهارات اللحمه. يلا نبتدي بينا الفيديو بتاعنا. هنعمل ايه مع بعض؟ هنحط طبعا البقدونس الاول على اللحمه المفرومه، بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله. وهنحط البصله المبشوره، وهحط معلقه البقسماط. معلقه البقسماط هتمسك معاكي الكفته، هتخليها حلوه جدا. وهنحط التوابل بتاعتنا، وهنقلب بقى كل الحاجات الحلوه دي مع بعضينا كده، بسم الله الرحمن الرحيم. وهنسيبها تتبل شويه، وبعد كده هنعملها زي راس طعميه كده، وهنحطها بين كل بطاطسايه والتانيه. هوريكم شكلها هيبقى عامل ازاي. لازم تدعكي كويس اللحمه عشان وانت بتعمليها ما تفكش منك خالص. بعد الكفته بتاعتي ما اتبلت وخدت الوقت بتاعها، انا هنعملها معاكم زي دلوقتي كوره كده، عباره عن كوره، وبعدين هنيجي كابسين عليها كبسه بسيطه كده، ونخليها ايه، دايره زي البطاطس، زي قرص الطعميه كده بالظبط. هنعملها كده بالشكل ده، وبعد ما اخلص بقى كل الكميه اللي عندي هرجع لكم تاني. بعد ما خلصت الكفته معاكم كده بالشكل ده، هنبتدي بقى نرصها مع بعض. هحط الكفته جنب البطاطس، وهحط طبقه من الطماطم، وهحط بطاطسايه كمان جنبيها، وهبتدي ارصهم كده بالشكل ده كده في الصينيه بتاعتي. كده الصينيه بتاعتي خلاص جاهزه، انا رصيتها معاكم كده بالشكل ده. هنبتدي بقى نعمل الصوص بتاعها اللي احنا هنسقيه بيها عشان ندخلها الفرن. عندي هنا كوبايه من عصير الطماطم ضرباه ومصفياه، وهنضيف عليها معلقه كبيره من الصلصه، وهنحط عليها شويه من الزيت، وهنحط عليها التوابل بتاعتنا ملح وفلفل وشويه من القرفه. القرفه بتدي ريحه حلوه جدا للبطاطس، تبقى جميله جدا. وهحط مكعب من الماجي، وهقلب كل ده، هقلب كل ده وهسقي بيه صينيه البطاطس. هنحط صلصه الطماطم كده على الصينيه بتاعتنا كده بالشكل ده، وطبعا هنغطيها بورقه فويل وهندخلها الفرن. هتاخد معانا حوالي من 35 ل 40 دقيقه. طبعا انا عندي رز بالشعريه، هنقدمها مع رز بشعريه، وصفه جميله جدا وهتعجب ولادك قوي. اتمنى تنول اعجابكم. كده الصينيه بتاعتي انا طلعتها من الفرن، شكلها بسم الله ما شاء الله زي ما انتم شايفين كده، وريحتها طالعه تجنن ما شاء الله. اتمنى تجربوها ان شاء الله هتنول اعجابكم. هنبتدي بقى نغرف الطبق بتاعنا. انا غرفت هنا الرز بتاعي ما شاء الله، البطاطس مستويه والكفته مستويه ما شاء الله. عملنا معاكم النهارده صينيه البطاطس بالكفته في الفرن. اتمنى يا رب تنول اعجابكم. ما تنسونيش بقى في لايك وشير. بتمنى يكون فيديو النهارده عجبكم. كان معاكم نورة وليد، انتظروني ان شاء الله في فيديو جديد. وبكده بيكون خلص الفيديو بتاعنا. انتظروني ان شاء الله في فيديو جديد. اشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.